السلام عليكم الاخوان اخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. في هذا لا فيديو الخوت غنشرح لكم كلشي بالتفصيل. الناس اللي باغا تطلع لتركيا فين تصرف الفلوس، الوثائق اللي خاصوك باش انك تطلع لتركيا. فقط تشاهد الفيديو من الاول حتى الاخر. الا كنتي اول مره كتشاهد لاشين يا خويا ما تنساش تابونا عندي في لاشين، خلي لنا شي اعجاب شي كومونتير. عندك شي تساؤل تسول مرحبا. للحجز والاستفسار الناس اللي باغا تحجز ولا اللي باغا تستفسر على البي ديال الطياره ولا اي حاجه عندها بهذا الخصوص مرحبا. نخلي لكم الرقم ديال الواتساب ديالي ولا الانستغرام في الرابط ديال الوصف، دخلوا عندي. بالنسبه للوثائق اللي غتحتاجوا باش انكم تطلعوا تركيا اخوتي، وثائق ساهلين ما علينا، غنشرح لكم اخوتي داكشي ايطاب بار ايطاب، ما عندكوش مناش تخافوا. اول حاجه اللي غتحتاج البي ديالك الالي والروتور يكون وهمي. راه كاينين قوانين جديده ولات اخوتي، ولاو كيحكروا على الروتور يكون حقيقي، ولكن ما تخافوش اخوتي. الحاجه اللي غديروا هاد الايام هي انكم تركبوا ولا تمشيو من مطار كازا ولا المهم من المغرب بصفه عامه لاسطنبول الدولي، مطار اسطنبول الدولي. الا كنتي غتمشي لصبيحه اخويا ولا اختي، كاينين واحد الشروط خاصك تتبعهم، ولكن الشروط غنقولهم لك منين نكمل لك هاد الوثائق اللي خاصك دير وفين تصرف الفلوس. فين غتصرف الفلوس؟ غادي تمشي للبنك، اقرب بنك لك اخويا ولا اختي، اقرب بنك غتمشي اي بنك ولا مكتب تحويل العمله، غتحول الفلوس اللي باغي طلع معاك من المغرب لتركيا. حاول ما امكن المبلغ غتصرف لك غتطلع باش تهاجر مبلغ من 5000 درهم والفوق، يعني من 500 600 700 اورو الفوق. صافي مني كتصرف كيعطوك واحد الورقه وكيعطوك الاورو. المسائل ديالك كتجيب هذيك الوثيقه كاول وثيقه، كتحجز البي ديالك ديال الي والروتور وهمي، وكدير حجز فندق يكون وهمي اخوتي، فهمتي؟ باش يعني كتزيدو حتى هو باش يعني حتى لا بغاو يوقفوك البوليس. راه بعض المرات كيكون هكا واحد الزيار يعني عشوائي في المطار، تيبغاو فهمتي يقولوا لك يعني جبت شي وثيقه، خاصك تكون عندك ديك الوثيقه. روتور وهمي يكون عندك، حجز فندق يكون عندك حتى هو يكون عندك وهمي. سميتو تامين السفر. الدراري ركزوا على تامين السفر. سابقا كانوا سولوني شي دراري ولكن قلت لهم تامين السفر ما خاصكمش ديروه، لا داعي انكم ديروه، ولكن مع هذا الزيار هذا ضروري دير تامين السفر. ديروا اخويا ولا اختي باش تفادى عليك المشاكل كامله. تقريبا هادو هما الوثائق يعني الشامله بهذا الخصوص هذا. والباسبور، الباسبور ما تكون باقا فيه تقريبا اكثر من 6 شهور. اللي عنده قل من 6 شهور اخوتي يمشي يجدد الباسبور ديالو. الناس اللي باقا ما صاوبش الباسبور غنخلي لكم فيديو يا اما هنا ولا صندوق الوصف تفرجوا فيه، يعني فيه ليطاب كامله من الاول حتى الاخر كيفاش تشري تامبر والمسائل كامله، وتلقى الباسبور ديالك في اقرب وقت في سيمانه يخرج. ملي كتسالي هاد المسائل كامله كاين واحد الشروط ضروري خاصك ديرهم انت ولا انت اللي طالع لتركيا. اول حاجه ما ديش الساكودو اخوتي، يعني كيجيب شبهات في المطار، يعني سواء الشرطه المغربيه ولا الشرطه التركيه، يعني ملي كيشوفوك هاز الساكودو يعني انت جاي على اساس انك باغي تهاجر. ما بقاش هذيك القضيه ديال انك جاي باغي تريبي وكذا ودوك اللعيبات باش تطلع عليهم، لا. دي باليزه وخذ ساكودو دير وسط هذيك الباليزه ماشي مشكل. ولا الا الوقت اللي غتبدر فيه الرحله غادي تمشي للسوق وتقدى المسائل ديالك، لا فاليز من تركيا، تقدى الساكودو ديالك من تركيا باش تضرب الهجره. اما باش تمشي من المغرب ولا تمشي من الجزائر غادي بساكودو اخوتي، لا ما كنصحش بها. دي باليزه وسير توكل على الله ان شاء الله باذن الله وما يكون غير خير. ثاني حاجه اللباس، سير لابس لباس مزيان، بعد وايفيتي هذاك اللباس ديال الشمكاره. تحاسن محترمين، ما تمشيش عاوتاني دير تحاسن راكم عارفين اخوتي. فهمتي؟ اي حاجه يعني كتجيب شبهه حاول تبعد منها. الورقه ديال الصرف ديها معاك في جيبك، راه في المطار ملي كتمشي راه كيطلبوها لك كتجبدها ليهم. بعد ما كيطلبوها لك بعض المرات ما تيقول لك والو، فهمتي؟ غير كيسولوك علاش جاي لتركيا، علاش غادي لتركيا. المغاربه هادو ديالنا فهمتي، كيسولوك علاش غادي لتركيا، ضحكه ولعبه، راهم عارفين غادي بغيت تهاجر. ولكن حاول ما تستريساش، ما تبانيكاش، وجاوبهم يعني بكل اريحيه وبدون اي مشاكل. الشرط الاخر اللي خاصك تمشي على الاساس ديالو هو انك تمشي يعني كما قلت لكم تمشي مسكسف على الحاله، واحد نضيضراش، رويحه مزيانه، تكون هو هذاك يعني الامور ديالك مضبوطه كلشي على ما يرام. ويكون عندك كل ما كان عندك مبلغ ديال اللي في وثيقه ديال تحويل المال، يكون كل ما كان عندك اكثر كل ما مزيان، يعني كيفيدك بانه انت جاي لتركيا على اساس انك باغي سياحه
ولكن انت غادي لاساس اخر. علاش انا قلت لكم اخوتي صرفوا 5000 ولا 6000 الفوق؟ حيت انت ملي غتمشي لتركيا عندك خصك سكن شبابي تسكن فيه، خصك باش تخلص من السكن الشبابي، خصك باش تركب في البيس، هذه غير من المطار باش تخرج من المطار توصل صبيحه، خاصك باش تاخذ الكارطه ديال البيس، خاصك باش كيما نقولوا تخلص السكن، وخاصك باش تمشي مع الخطاف من اسطنبول للحدود. المهم هادشي بلا ما نطرقوا ليه لانه ماشي الموضوع ديالنا، الموضوع ديالنا هو السفر نحو تركيا اخوتي. الا كنتي وصلت لهاد اللحظه هذه ما تنساش اخويا تخلي لنا واحد الاشتراك، ابوني ولايك، لايك اخوتي باش يطلع الفيديو، باش الدراري الاخرين اللي باغيين يطلعوا تركيا يوصل لهم هذا الخبر، لانه تركيا هاد الايام مزيره شويه، ولكن ما تخافوش وما تبانيكاوش، لانه هاد الزيار كيكون يعني عشوائي، مره في الاوقات فهمتي، تيكون يعني نظرا لبعض الحوايج اللي كنشوفهم انا، الناس كتمشي بصنداله وغادي وهذا راه باينه غادي باغي تحرق، هذه حاجه باينه. لذلك اخوتي هادشي اللي كاين في هذا الفيديو كامل. ما تنساش كما قلت لكم بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، ولي رايك اخوتي باش نطلعوا لا فيديو باش يطلع ان شاء الله باذن الله. اراكم في فيديو قادم، اودعكم والى اللقاء.